4 فرق بيستعدوا للسوبر المصري، السوبر المصري اللي هيبتدي يوم 6/11 إن شاء الله. طبعا المواجهات انتوا عارفينها من غير ما تبصوا، من غير ما تسمعوا أي حاجة. أهلي قدام سيراميكا والزمالك قدام بيراميدز. يعني لو في مشجعين لبيراميدز ومشجعين لسيراميكا هيطلعوا يقولوا هو أنا كل سنة ألعب الأهلي وكل سنة ألعب الزمالك؟ هو ليه الزمالك والأهلي ما يلعبوش بعض في الأول؟ ليه بيراميدز وسيراميكا مثلا ما يلعبوش بعض؟ ولازم نحط الاهلي في حته والزمالك في حته؟ ما نبطل بقى الفكر ده. ما نبطل بقى ان احنا كل شويه عايزين نشوف النهائي ما بين اهلي والزمالك. على فكره بعد المستوى اللي الاهلي والزمالك بيقدموه في الدوري، وارد جدا سيراميكا تاخد السوبر، وارد جدا بيراميدز تاخد السوبر، عادي جدا. مش لازم الاهلي في حته والزمالك في حته. فلازم يعني نغير التفكير شويه، مش لازم كل حاجه اهلي وزمالك. في فرق كتيره وكويسه بعد الاداء الكويس اللي سيراميكا بيقدمه، وارد جدا ان احنا نشوفه بياخد السوبر عادي جدا. وعادي ما فيهاش اي حاجه يعني سيراميكا فرقه كويسه وفرقه تحب تتفرج عليها. بيراميدز نفس الكلام. يعني في مشجع للسيراميكا، يعني في مشجع للسيراميكا مشهور على التيك توك وبيروح الماتشات وبيتفرج. وبيراميدز طبعا في ناس بتروح لها المدرجات. فيعني ليه كل شويه نشوف الكلام ده؟